النهار الاول في شهر رمضان الابرك، والنهار الاول عندي مع برنامج يومي جديد مختلف على البرنامج ديالي في رمضان اللي فات. ايام رمضان ولياليها من بعد ما لقاتني السنوات الماضيه وسط ضجيج مكتب والكاسك فودني، هذا العام غتلقاني ان شاء الله داير كاسك من نوع اخر وراكب فوق الموتور. وكيف ما شفتوا جميعا، رحله البحث عن الحريه ما كانش سهله ومازال مشوار طويل، وخاصني الثقه في الله مع التوكل مع السعي مع الثبات ومع الاستمراريه. الطريق طويله، لكن على الاقل انا الحمد لله عارف فين غادي من بعد ما كنت مضطر وتايه هاد السنين كلها من عمري. الأول من رمضان 1446 غادي يتزامن مع يوم الأحد. واش غادي يكونوا طلبات في النهار الأول، علما أن الموظفين جالسين في ديورهم؟ كيفاش ممكن نقسم النهار ديالي، ويمتى ممكن نخصص ديك السويعة ديال الجري ولا البيكالا اللي كنديرهم قبل الفطور؟ والسؤال الأهم، كيفاش غيدوز نهاري الأول في رمضان من دون كافيين؟ الحمد لله الذي عافانا. خوكم من بلي بتحاجة أخرى عندي فقط ضعف مع القهوة في الصباح، وهادشي علاش نهاري الأول ديال الصيام كيدوز صعيب حيت كيضرني راسي بزاف. وهذا مشكل أنا متأكد كيعاني منه بزاف ديال الناس، لكن كيدوز باش مع الله والجسم ديالنا كيتأقلم من بعد يومين في الماكسيموم. مع العلم أنه كاينين الناس كيشربوا قهوتهم قبل السحور وكيرجعوا ينعسوا، وهذه حاجة كتبان لي أنا بحال الخيال العلمي. في جروبات الشركة بالواتساب قالوا لنا بلي العمل في رمضان غيكون ابتداء من 10 الصباح وغيسالي مع 5 العشية، لكن بالمنطق ما غيبداو يطيحوا طلبات حتى المراد 12 النهار، وهذا وقت كافي باش نشبع شوية نعاس، حيت المفروض الليلة اللي قبل تكون خدمت نورا صلاة التراويح. وحتى ليلة الأول من رمضان يعني السبت بالليل جربت نحل التطبيق والنتيجة كانت مبهرة. درت 6 طلبات في أقل من 3 ساعات. جاني أول طلب مع 9 ووصلت آخر طلب مع 12 ديال الليل. ومع أنني كان ممكن نخدم أكثر، لكن قلت نرجع للدار حيت مازال ما قاديتش البروغرام ديال غد ليه، وحيت خصني نعس شوية قبل ما نفيق للسحور. والصراحة ما عرفتش هاد العدد من الطلبات واش عنده علاقة بالسبت ولا بسبب أن الناس كتطلب الأكل باش تسحر به. في كل الأحوال كان شيفت زوين وتا الطريق كانت خاوية، والأكيد أنني ضروري غادي نعتمد على شيفت مسائي في شهر رمضان إن شاء الله من بعد ما تيسر من صلاة التراويح. طبعا الفكرة هو أنني منحل التطبيق تلمورا صلاة الظهر ونشوف عدد الطلبات اللي غيوصل، وعيني ميزاني كيف تيقولوا. غادي يبدا يبان ليا الساعات الدروة في شهر رمضان، وبناء عليها غنبدا نحدد برنامجي اليومي إن شاء الله. وكيف ما كان مقرر في البرنامج طلعت أونلاين بعد صلاة الظهر، لكن ما جاني أول طلب حتى لشي 3 العشية، يعني ساعتين من الانتظار. وهذا الطلب كان من مطعم قريب ليا، كرونو بيتزا الولفة، والأوردر غيكون جاهز إن شاء الله بعد 9 دقائق. هذه الساعة تقريبا 3 قل قسمين نحاولوا نديروا هاد الطلب هذا ونرجع للدار باش نشوف واش غنكمل في الطلبات، واش غيجيوني طلبات اخرين ولا غنكتفي بهذا القدر حتى من بعد صلاة التراويح ان شاء الله.
خليك تما. عندك هادشي 57 درهم. ما يعني نردك 43 صافي هادشي. عطيني غير 40. شكرا ربي يخليك. ها 20 ها 40. شكرا اختي. هاك مبروك. وصلت هاد الطلب والامور دازت مزيانه وبقيت حال التطبيق حتى العصر. وهنا تيقنت حتى من خلال جروبات الشركه في الواتساب ان العمل قليل والطلبات منعدمه. فقررت ندير اوفلاين ونستغل هاد الساعتين اللي بقات للمغرب باش نحرك شويه الدوره الدمويه ونحرق شي سعرات حراريه باش ما نطيحش في المشكل ديال كل سنه، واللي هو انني كنزيد في الوزن في شهر رمضان. وغالبا فاش غنحط هاد الفيديو غادي نشوف تعاليق طيبه كتنصحني انني نغادر العمل مع هاد الشركه، والاكيد ان كاين فيكم اللي كيسحب ليه بلي انا اختاريت العمل معهم عن طواعيه. ابدا، انا غير ما كانوش عندي خيارات اخرى. والدليل هو انني في الفيديو السابق قلت لكم بلي تسجلت في البوابه الالكترونيه ديال الامن الوطني باش نسحب نسخه من السجل العدلي، حيت السجل العدلي اللي كنت كنتسجل به باستمرار في جلوفو ما بقاوش كيقبلوه حيت سالات مده الصلاحيه ديالو. جاني ايميل من موقع الامن الوطني بلي الوثيقه جاهزه للاستلام في مركز الامن ديال الحي الحسني، ومشيت جبتها غير باش ناخذ ليها الصوره ونحطها في موقع جلوفو. والنتيجه امامكم بعد يومين. أنا مرة أخرى في لائحة الانتظار، والخير فيما اختاره الله. صراحة والحمد لله قدرت ندير مسافة 20 كيلومتر في مدة تقريبا ساعة وجوج دقائق. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة، مع انني كنت متوقع نحس بالعيا حيت المدة هذه ما درت البيكارة. واخيرا اوردر من كرونو بيتزا الوفاء عاوتاني على الساعة 12 و10 دقائق. نحاول نديرو هاد لاكوموند ان شاء الله ونشوفو واش غتجينا كوموند اخرى. حنا كناخدو فكرة على عدد لي كوموند اللي ممكن يكونوا في شهر رمضان والساعات يديروها. هذا النهار الاول في رمضان وجاب الحد.
Head northwest toward Boulevard Laymount. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. انا خويا الليفغور ديال ياسر. عندك كوموند كرونو بيتزا ياك؟ يا انا عبد عندك راك تحت. اييه اخويا، ما عرفتش بالضبط الباب فين هو، ولكن اخويا لك ممكن تهبط عندي راه غنبان لك. عندك اخويا 112 درهم. شكرا. انا ردك الصرف. لا شكرا لك. حاولت نختصر عليكم القصه ونقول لكم بلي طلعت اونلاين مورا التراويح، ولكن جاني طلب واحد حتى 12 ديال الليل. هذا اول يوم في رمضان وجاب الحد، فما نتسرعوش في الحكم. وكيف قلت لكم هذا عمل كنعتبره انا شخصيا مرحله عبور، وكنتعلم منه بزاف ديال الحوايج، وفي نفس الوقت هو ماده ترفيهيه ومعرفيه بالنسبه لمتابعي القناه. وعلى ذكر القناه، وجوابا على سؤال شحال دخلات في شهرها الاول اللي جا في اقصر شهور السنه واللي هو شهر فبراير، ربح القناه من اليوتيوب كان بالضبط 761 درهم الحمد لله، واللي كانت باقا ليها تقريبا شي 40 درهم للوصول لعتبة الادسنس واللي هي 800 درهم. بمعنى ان هذا الربح غادي يتخزن حتى الشهر الجاي ان شاء الله، حتى يضاف ليه بركة شهر مارس. وربح القناة كان تقريبا كل من المشاهدات باستثناء 40 درهم تقريبا ديال السوبر تانكس من جوج اخوة مشكورين. اما مداخيل الانضمام للقناة اي الممبرشيب فهي صفر، رغم انني فعلت خاصية الممبرشيب، لكن هاد العيب حسبوا عليا انا، حيث كان عليا نقول لكم باللي هاد الخاصية راها متاحة بالنسبة للخوت والخواتات اللي بغاو ينضموا للقناة، وهذه راه من اهم تعليمات ادارة اليوتيوب. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذ رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الفضيل من المغفورين ومن الفائزين، وأنعم علينا بالهداية والرحمة والمغفرة. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين والمسلمات في شهرك المبارك من عتقائك من النار ومن الفائزين بالجنة. قولوا آمين لعلها ساعة استجابة.